جمعية أصدقاء المريض الخيرية ببلدية الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض تعد من بين الجمعيات القلائل التي تعمل على مساعدة المرضى والمعوزين وتخفيف معاناتهم وتقديم يد العون لهم. فيما يخص للجمعية نشاطات كثيرة، وهي من بينها مساعدة والدفاع عن حقوق المريض، كذلك جلب القوافل الطبية التضامنية من الشمال إلى الأبيض سيدي الشيخ في الاختصاصات الغير موجودة عندنا في المؤسسة الاستشفائية بالأبيض سيدي الشيخ. رئيس الجمعية اعتبر أن العمل الخيري الهدف منه نيل رضا الله عز وجل. العمل الخيري صعب جدا في الجزائر وغير الجزائر. من هذا العمل الخيري واش رانا نرجو أن مولانا يتقبل منا هذا العمل الخيري فقط ويجازينا على العمل الخيري تاعنا. اما زيد او عمر بغى يهدر ويقول الجمعيات تخدم انفسها او تخدم امورات اخرى، في جمعيات تخدم انفسها وتخدم امورات سياسيه، لكن انا لست من الجمعيات التي لا تخدم انفسها. الجمعية تعاني نقص الدعم من قبل السلطات المحلية وتعتمد في تقديم المساعدات سوى على أيدي المحسنين. فيما يخص الإعانات المالية أتحدث عن ولاية البيض. الإعانات المالية لا تتعدى 10 ملايين 20 مليون. يجب على المحسنين وأهل الخير والدولة في روحها تشوف في الجمعيات وخاصة الجمعيات اللي تهتم بالمريض. إذن جمعية أصدقاء المريض وكباقي بعض الجمعيات الخيرية تعمل على تقديم يد المساعدة للمرضى والمعوزين في ظروف صعبة لم تثنهم عن فعل الخير.